السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل ميني تورتة، هنزينها بشكل عشوائي وهنعملها كمان بالفراولة من جوه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هحط عليهم كوباية إلا ربع من السكر وهقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما لون الخليط بتاعنا يتغير، أو لون البيض يتغير من الصفار يبقى أفتح شوية. ادي كده لون البيض اتغير والخليط نفش شويه معايا. ابتدي انزل بيه كيس فانيليا، وبعد كده احط كوبايه ربع كوبايه من اللبن. طبعا ما بقلبش جامد لان عشان خاطر البيض بتاعي بعد ما نفش ما يهبطش تاني. احط كمان ربع كوبايه من اللبن، واحط كمان معلقتين كبار من الزبده او السمنه او زيت الذره المتوفر عندك، وهنحط رشة من الملح، وكمان هنحط معلقة صغيرة من الخل تساعدني برضو في ان الكيكة بتاعتي تنفش. وهكون مجهزة كوباية من الدقيق، طبعا تكون منخولة كويس جدا. مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، هنزل بيها على جزئين، اول جزء وهقلبه بالراحة زي ما قلت لكم. بعد كده هحط تاني جزء وهحط معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وهكمل تقليب. وهكون خلي بالك طبعا كل ده انا بعمله وانا فاتحة الفرن عشان يسخن. كمان هكون مجهزة القالب بتاع الكيك اللي انا هحط فيه الكيك، وهكون دهناه كويس جدا وحاطه فيه ورقة زبدة، وهنزل فيه بالكيكة زي ما احنا شايفينها. هدخلها الفرن ومش هخرجها الا لما اتاكد ان هي استوت كويس جدا كمان من جوه. دلوقتي هسيبها تبرد كويس جدا ونرجع بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه كمان. كده خلاص الكيك بتاعنا برد. هبتدي بقى اقشر من عليه الورق اللي كان فيه اللي انا سويته فيه، وهسيبها وهقطعها لطبقات واشوف كمان عشان نزينها طبعا. وهجهز كمان الكريم شانتيه وهنزينها مع بعض. ادي الكيكه بتاعتي هبتدي بقى اقطعها زي ما احنا شايفين كده اكتر من طبقه. يعني انا هنا قطعتها معاكم 3 طبقات، لا بس انا قطعتها 4 طبقات لان لقيت في طبقه اكبر شويه فقطعتها الاتنين. دلوقتي بقى بعد ما بردت خالص وجهزت الكريم شانتيه، ابتدي بقى ازينها. هحط اول طبقه وهحط عليها كريم شانتيه زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي افرده. احنا بنعمل النهارده ميني تورته، مش بنعمل تورته كبيره، احنا بنعمل ميني تورته صغيره. كده خلاص عملت اول طبقة. هحط تاني طبقة وبعد كده برضو هفرد عليها الكريم شانتيه. وعندك بقى فاكهة، عندك شوكولاتة، ان متوفر عندك حطيه. انا هنا هحط فراولة متقطعة. وهحط كمان على الفراولة كريم شانتيه، وبعد كده هحط كمان طبقة من ال- الكيك. وهكمل بنفس الطريقة كده. حطيت طبقة كمان وبرضه هحط كريم شانتيه، وبعد كده برضه هحط قطع فراولة. طبعا انت ممكن تستغني عن الفراولة وتحطي اي حاجة تانية، او ممكن ما تحطيش حاجة خالص. ممكن لو عندك شوكولاتة شيبس اللي هي بتاعت الكوكيز دي ممكن تحطيها، ممكن تحطي مكسرات. وهكمل بنفس الطريقة. وهحط بقى دلوقتي اخر طبقة من الكيك. خلاص كده بقى نبتدي نغلف التورتايه بتاعتنا بالكريم شانتيه. عايزه اقولك بقى هنا بقى لك حرية الاختيار في التزيين. ممكن تزينيها بشكل عشوائي، ممكن تسيبيها كده وتعملي حاجات بسيطة جدا، او ممكن ترشي عليها سبرينكل وخلاص. هنا انا النهارده هزينها معاكم من غير القمع بتاع الكريم شانتيه ولا اي حاجه، هنستخدم كيس عادي جدا. وهندخل الوان مع بعض في التزيين.
فمجرد وجود الالوان لوحده ده هيديني شكل حلو للتورته. نبتدي بقى نساوي الكريم شانتيه كده زي ما احنا شايفين على التورتايه، واشيل الزيادات وارجعها تاني في البوله بتاعه الكريم شانتيه. خلاص كده ده الشكل النهائي. ابتدي بقى اعمل اي الوان كده. طبعا خدت شويه كريم شانتيه ولونتهم، هحاول اعمل فيونكات كده فيها بشكل عشوائي. وكمان هزين الجوانب بتاعه التورته. دلوقتي بقى هندخل كمان اللون الاخضر، وده شكل التورتايه بتاعتنا بعد ما خلصناها. يعني حاولنا بقدر الامكان نعملها بشكل عشوائي وتطلع في الاخر شكلها جميل. دلوقتي هنشوفها كمان بعد ما قطعناها شكلها من جوه هيكون عامل ازاي. وده شكل الكيكه بتاعتنا من جوه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.